بيمس التراث الوطني والتاريخ الوطني للشعب. المشروع المقترح للبيان التأسيسي هو وده هيبقى موضع نقاشنا الآن مع خارطة الطريق. الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس إلا قناة السويس. انطلاقا من إدراك الحركة المدنية الديمقراطية أن المهمة الأولى التي ينبغي أن تنشغل بها كل القوى الوطنية هي مواجهة المخاطر التي ينطوي عليها مشروع قانون صندوق قناة السويس، سواء من زاوية حماية الموارد الاقتصادية أو من زاوية السيادة الوطنية والأمن القومي وتأكيد دور المجتمع والبرلمان في الرقابة على كل الموارد، عملا بمبدأ وحدة الموازنة وسيادة الشعب. انطلاقا من ذلك كله تدعو الحركة المدنية كل القوى الوطنية للمشاركة في تأسيس الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس. أهدافها سحب مشروع قانون صندوق قناة السويس الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب ولم يصدر نهائيا إلا بعد الموافقة عليه مادة ثم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية. ومن أجل هذا الهدف تحتشد كل القوى بهدف سحب المشروع.